بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنشرح درس جديد من لغة HTML. عنوان درسنا النهاردة صندوق التاريخ ديت. صندوق التاريخ ديت يتيح للمستخدم إدخال تاريخ معين باستخدام نافذة التقويم. تمام؟ طيب عشان أعمل صندوق التاريخ هعمل إيه؟ هكتب input type بيساوي إيه؟ date. input type بتساوي date. ده الصيغة العامة. طيب هطبق على مثال عملي. آدي المثال بتاعنا يا جماعة. تمام؟ هنا بكتب اختر التاريخ المطلوب، وبعدين لما بفتح هنا بيديني أختار التاريخ بتاعي. يبقى هنا في الفورم كتب اختر التاريخ المطلوب، وبعدين input type بيساوي إيه؟ date. هنطبق عملي إزاي؟ هنفتح يا اما برنامج النوت باد يا اما برنامج الفيجوال ستوديو كود ونكتب الكود بتاعنا. تمام. هقفل ده خالص. فايل، نيو فايل، هنختار سيلكت لانجويج، هنختار لغة HTML. تمام. هنسيف فايل سيف، هنسمي الملف date.html date.html وهنخليه على الديسكتوب. هنبدأ نكتب الكود بتاعنا. تمام. طيب الكود زي ما احنا قلنا هنفتح تاج ال HTML، ادي الفتح بتاعه وادي الغلق باك سلاش HTML. صفحة ال HTML بتتكون من هيد، منطقة الهيد، ادي الفتح بتاع الهيد وادي الغلق، وبعدين منطقة البادي، ادي البادي، ادي الفتح والغلق بتاع مين؟ بتاع البادي. جميل. طيب في الهيد انا دايما بحط العنوان، يبقى اللي هو التايتل، ادي الفتح والغلق، هنسميه عنوان درسنا اللي هو الديت. تمام. هو عمل فورم. الفورم بيتعمل فين يا جماعه؟ بيتعمل في منطقه البادي. تمام. في منطقه البادي هعمل فورم. جميل جدا. ادي الفورم بتاعنا، وهعمل input افتح input type مربع ادخال، هيساوي نوعه ديت. نوعه ايه يا شباب؟ ديت. خلاص. ونقفل ونعمل فايل سيف ونشوف الديت اهو. ديت، نفتح date.html. هتلاحظ هنا اهو بيفتح لك الكالندر بقى وتكتب تاريخ. طيب دلوقتي انا عايز افهم اليوزر ان ده المفروض يدخل مثلا تاريخ ميلاده، يبقى اعمل تمييز. التمييز هحطه فين؟ اهو هحطه في الكود بتاعي. احط تمييز، هقول له هنا تاريخ الميلاد، تاريخ، نخليها تاريخ الميلاد. حلو. وتحتيها كمان ينزل سطر نقول له BR، ونقول له فايل سيف، ونيجي هنا نعمل ريفرش. يبقى هنا المفروض انت كمان عايز ABR تانية عشان ايه؟ يديني سطر تاني. اقول فايل سيف، نعمل ريفرش اهو. هنا هحط التاريخ بتاعي، تاريخ ميلادك هتحط هنا اليوم والشهر وايه والسنة بتاعتك زي ما انت عايز. بتختار اليوم والشهر والايه والسنة. بيفتح لك ايه بقى؟ بيفتح لك الكالندر بحيث ان انت تحط اليوم والشهر والسنة. ده بالنسبة لدرس النهاردة اللي هو ازاي اعمل مربع التاريخ. طيب فين الكود بتاعه؟ ادي الكود يا شباب عشان اللي عايز يكتب الكود ويطبق معايا اهو. ادي الكود يا شباب بالكامل. خلاص كده كود في منتهى البساطة. input type بتساوي ديت عشان يعمل لي تاريخ الميلاد. ممكن اعمل تاريخ الميلاد، تاريخ التعيين، وهكذا. خلاص يا شباب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.